بحلول العام 2025 قرارات هامة دخلت حيز التنفيذ، منها ما يخص موظفي القطاع العمومي وأخرى تشمل كافة المواطنين. أبرز هذه القرارات زيادات مالية لفائدة عمال التربية حملها القانون الأساسي الذي أعاد تصنيفهم، كما أن الارتقاء من صنف إلى آخر يترتب عليه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين. بعد انتظار دام قرابة سنة سيدخل القانون الأساسي لقطاع الصحة حيز التنفيذ. القانون تضمن تكفلا بمجموعة من الجوانب المادية والمعنوية لمستخدمي وموظفي القطاع في المجالات الطبية وشبه الطبية، كما أنه ضمن ترقية الكفاءات الطبية وشبه الطبية وتعزيز دور حاملي الشهادات والخبرات. أما عن رفع القدرة الشرائية للمواطنين فإنها ستعرف تحسنا بداية من العام الجديد إلى أن تبلغ نسبة 53% على مدى العهدة الرئاسية الحالية حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي توقع ارتفاع مداخيل البلاد جراء تسارع عجلة الإنتاج الوطني. مطلب هام آخر استجيب له دخل حيز التنفيذ، فعوض 95 أورو أصبح بالإمكان الحصول على منحة سفر تقدر ب750 أورو بالنسبة للبالغين و300 أورو بالنسبة للقُصّر. كما تقرر رفع منحة الحج ل$1000 بداية من موسم الحج القادم. على الصعيد الاقتصادي دائما وبهدف ضمان استقرار السوق، سيكون لزاما على أصحاب السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات دفع الامتيازات الجبائية الممنوحة أثناء الجمركة، وتنص الإجراءات على ما يلي: التنازل في أجل أقل ويساوي 12 شهرا من تاريخ الجمركة يتوجب إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي. التنازل في أجل بين 12 و 24 شهرا يجب دفع 66% من الامتياز. التنازل في أجل بين 24 و 36 شهرا يتطلب دفع 33% من الامتياز. بعد 36 شهرا يسمح بالتنازل دون الحاجة لدفع أي امتياز إضافي. أما بالنسبة لقسيمة السيارات فإن قانون المالية لم يحمل تغييرا بالنسبة لقيمتها مقارنة بالعام 2024 ما عدا السيارات التي تبلغ 10 أحصنة فأكثر، فإن التغيير شملها كالآتي: سيارات يتراوح عمرها بين 3 سنوات إلى 6 سنوات قيمة القسيمة 20,000 دينار. سيارات يزيد عمرها عن 6 سنوات إلى 10 سنوات قيمة القسيمة 15,000 دينار. سيارة يزيد عمرها عن 10 سنوات قيمة القسيمة 10,000 دينار. في إطار التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار، حمل قانون المالية تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح الشركات تصل 30% من الأرباح القابلة للضريبة بحد أقصى يبلغ 200 مليون دينار سنويا، تستفيد منه الشركات المستثمرة في أنشطة البحث والتطوير بالتعاون مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال. سنة 2025 ستكون محطة هامة في مسار الاقتصاد الجزائري، تحرص خلالها الحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين والمضي قدما في مسار التنمية.